هل تصدقون بالأساطير؟ في حي صغير بمدينة عتيقة كان هناك متجر كتب قديمة يحمل في طياته روائح الورق المصفر وأسرار الزمن الجميل. الشاب عمران الذي يعمل في المتجر كان يعشق الكتب ويتعامل معها ككنوز ثمينة. ذات يوم وبينما كان يرتب الرفوف لفت انتباهه كتاب غريب المظهر مغطى بالغبار ومزين بنقوش ذهبية باهتة. كان الكتاب يبدو قديما جدا وكأنه ينتمي لعالم آخر. بفضول شديد فتح عمران الكتاب وإذ به يتفاجأ بأن نقودا ذهبية تتساقط من بين صفحاته كلما قلب صفحة. أدرك عمران أنه وجد كتابا سحريا وبدأ يحلم بكل الإمكانيات التي يمكن أن يفعلها بهذا الكنز، لكنه سرعان ما تذكر حبه للكتب وأهمية المعرفة على الثروة. قرر عمران أن يستخدم النقود الذهبية لشراء المزيد من الكتب النادرة وتوسيع متجره ليصبح ملاذا لعشاق القراءة والباحثين عن الحكمة. وهكذا أصبح متجر الكتب القديمة